هل عمرك سألت نفسك أنا ليه بشرب مية فلتر وإيه اللي ممكن يحصل لو شربت من الحنفية؟ هل فعلا مية الحنفية فيها أمراض؟ وهل في علاقة بين المية اللي بنشربها والحاجات زي السكر أو الفشل الكلوي؟ في الفيديو ده هنكشف لك الحقيقة الكاملة عن الفرق بين مية الفلتر ومية الحنفية، وهنتكلم عن الفيروسات والمعادن والكلور والسموم اللي ممكن تكون في المية، والمفاجأة إن في حاجات ناس كتيرة مش عارفاها. في الجزء الأول، مية الحنفية هل فعلا آمنة؟ مية الحنفية في معظم البلاد العربية وخاصة في مصر بتيجي من محطات تنقية حكومية، لكن هل التنقية دي كفاية؟ التحاليل العلمية بتقول الآتي: المية فيها نسبة كلور عالية علشان تقتل البكتيريا. أحيانا بيوصل للبيوت بقايا صدأ من المواسير القديمة بتحتوي على شوائب ومعادن تقيلة زي الرصاص والزرنيخ في بعض المناطق طبعا، وده ممكن يتراكم في الجسم على المدى الطويل. أطباء الكلى بيأكدوا إن الشرب المستمر من مية غير مفلترة ممكن يسبب مشاكل للكلى، خصوصا لو فيها أملاح عالية. دراسات من منظمة الصحة العالمية بتوضح إن الكلور لو زاد عن حد معين في المية ممكن يعمل مشاكل في الجهاز الهضمي والتنفسي وحتى الجلد. في الجزء الثاني، هل المية الحنفية ممكن تسبب مرض السكري؟ هنا لازم نكون علميين وموضوعيين. مفيش دليل مباشر إن مية الحنفية ممكن تسبب مرض السكر، لكن بعض الأبحاث الحديثة بتقول إن وجود معادن تقيلة أو بقايا مبيدات في المية ممكن يؤثر على البنكرياس مع الوقت. أبحاث في عام 2022 أشارت إن الناس اللي بيشربوا من مية ملوثة بنسبة عالية من النترات والزرنيخ بيكون عندهم احتمالية أعلى للإصابة بخلل في نسبة الأنسولين. يعني مية ملوثة بتساوي خطر على الصحة العامة، لكن مش شرط تكون هي السبب المباشر للسكر، لكنها عامل مساعد لو في استعداد وراثي. في الجزء الثالث، مية الفلتر هل هي الحل المثالي؟ الفلاتر نوعين: فلاتر بسيطة زي 3 مراحل أو 5 مراحل، وفلاتر عكس اسموزي الRO. يعني الفلاتر دي بتشيل الكلور الزائد والصدى والشوائب والبكتيريا والمعادن لكن لو الفلتر مش بيتنضف او ما بيتغيرش بانتظام ممكن يتحول هو نفسه لبؤرة بكتيريا خطيرة. علشان كده الفلتر حل ممتاز، لكن لازم تحافظ عليه كويس وتعمل له صيانة دورية. في الخلاصة بقى والنصيحة، مية الحنفية في بعض المناطق آمنة وفي مناطق تانية لأ، خصوصا لو الشبكة قديمة أو فيها نسبة أملاح عالية. الفلاتر بتقلل من الشوائب والكلور والمعادن التقيلة، لكن لازم صيانة دورية. مش لازم نخاف من مية الحنفية، لكن لازم نكون واعيين بنوع المية اللي بنشربها ونحللها كل فترة. لو تقدر تعمل تحليل لمية الحنفية في بيتك اعمله، واعرف بالظبط انت بتشرب ايه. صحتك تستاهل مجهود بسيط، لان المية بتساوي حياة. في نهاية الفيديو يا جماعة، لو الفيديو ده فادك شاركه مع اصحابك واهلك، وما تنساش تشارك الفيديو، الدال على الخير كفاعله. السلام عليكم.